والاغذيه وانت استلمتها منهم وشكرتهم عليها، فكيف انه انت تحلف طلاق بانه زول ده كذاب؟ كلام ما منطقي. تمام. فانا والله العظيم قلت لك شوف في مساله انه جنجويدي الزول ده ما ياخذني فيها واحده من المبادرات. هذا اللايف اشغله لك. هذا ايوه اللايف وزاد شغله عشان الناس دي تعرف ذاته انه الزول ده جنجويدي. واعصار ده ما شوف، اعصار ده ما زال جنجويدي وهو تبع شيخ الامين. وشوف حتى انا عليك بس النقطه دي بس مهمه يا ود الجزيره ودارك تركز فيها. ليه اعصار نزل من مركبه جنجويد لما الشيخ الامين بهناك قبضته القوات المسلحه؟ ولما كان شيخ الامين قاعد مع الميليشيا، اعصار كان قاعد هنا في المنصه دي داعم للميليشيا. معناه في تنسيق بيناتهم، في تواصل بيناتهم، معناه الناس هم الاثنين جنجويد. داك تلب ده برضه بيجا شو جا تلب. فانا قلت لك ما في منطق بخلي انه انت تكون متعايش مع الميليشيا في امن وامان وقاعد طيله الفتره. يا اخي اقول لك اقسم بالله يا ود الجزيره، انا عندي ود عمي عنده دفار وعنده بوكسي كده فور اكس 4 تقريبا 2020 نزح من الخرطوم وجابوا الجزيره قاعد له في قريه يا اخي بيوت طين وقش. لما الميليشيا دخلت وانتهكت القريه اقسم بالله جابوا لسته، شفت باسماء التجار اللي جاي من الخرطوم فلان الفلاني وين عندك كده عربيتك بموديلها بيكونوا عارفينها وبيطالبوا بك. فكيف لما تقول له زول رجل اعمال عنده قروش كده النار ما تاكلها، الميليشيا تكون متصالحه معاك وحابينك ومحترمينك، ده معناه والله الميليشيا دي كويسه. انت بتصور لنا انه الميليشيا دي والله تعاملت معاك انت بذوق وبادب وباحترام واحترمتك وقدرتك عشان سواد عيونك. طيب بقيه الشعب السوداني وين؟ انا لا شغل المقطع ده. تمام. نجي لحجانا ونشوف ويلي وبعدك نشغل المقطع ده وضروري الناس تنصت بعدين. والله نقطة رجل الأعمال دي نقطة حلوة خلاص. يعني قروش شيخ الأمين أكتر من قروش وسام داود ولا ناس النفيدي يعني، ولا شو ناس النفيدي ده المعرض وجروا مصر. سام داود ده عرض بخلي الشيخ الأمين ما يعرض شنو يعني. اتفضل يا حجانا. وجه يا حجانا اتفضل ما عندك. والله يا ود الجزيرة الليلة ده ما يوم ما يكنا نحن شغل ده شغل دين قلنا لك فتك بما قال الله وقال الرسول يا أخينا قدام بس. أنا إلا دار أسمع بس يا أخي. تمام. اتفضل يا ويلي لو عندك أي حاجة اتفضل. والله تحية طيبة صلاح، أخونا الشيخ أنس، أخونا هجانة فايز، الحضور الكريم تحت أستاذ أيمن وكل الناس الجميلة الراغية يعني. والله يا شيخ أنس أنا ما عارف الموضوع بتاع شيخ الأمين ده يعني. الشعب السوداني ده هو ما مسلم أو ما منتمي بس فقط في التيك توك. فأنا والله عندي سؤال جوهري جدا وسؤال مهم. الشيخ ده أو اللي يدعي إنه شيخ ده لو يعني مسكتها من كل الحسابات ما عنده علاقة بالحاجة دي، في نفس الوقت سينا ما بين مش في الميديا، مش على مستوى الميديا، حتى في أرض الواقع الشخصية دي موجودة وعندها ناس. فأنا سؤالي اللي عايز أسأله، ليه في أرض الواقع في الدولة السودانية ذات في أرض الواقع يعني في أئمة، في دار بتاع فتوى، في ناس يعني المسائل الدينية دي يعني هم عندهم دور كبير جدا فيها، عرفتها؟ الأئمة الكبيرة الموجودة في الدولة السودانية، ما على المستوى الميديا أو على مستوى اللايفات.